في خطوة مفاجئة حل ملك بلجيكا فيليب بمنزل الكاتب والمؤلف المغربي خالد بن حدو ليشارك عائلته وجبة الإفطار الرمضانية. خالد بن حدو مشهور بمحاضراته عن الإسلام المعتدل، يلقيها باللغة الفلامانية وله عدة كتب في هذا المجال. وعبر الملك فيليب عن رغبته في مشاركة الإفطار الرمضاني مع عائلات مسلمة عادية، وحضر إلى جانب ملك بلجيكا 8 من إخوة خالد بن حدو وكذا 6 من الأطفال، متقاسما معهم عددا من الأطباق التقليدية المغربية. وقال خالد بن حدو إن هذه الزيارة هي إشارة إلى الوحدة والتماسك بين أطياف المجتمع البلجيكي. وبحسب إحدى الصحف البلجيكية فإن الملك فيليب حاول خلال هذا الإفطار التعرف عن ما يمثله رمضان للأسر المسلمة. وقال الكاتب والمؤلف المشهور وهو من أصل مغربي حامل الجنسية البلجيكية خالد بن حدو إنه سبق والتقى بالملك فيليب في إطار جهود منع التطرف. وأضاف قائلا بأن يده ممدودة إلى المجتمع المسلم بحسب تعبيره.